بسم الله الرحمن الرحيم. برضه عمنا العزب يا ريت يحكينا على الدواب اللي في البلد بدري، يعني كان في نسمع كان في جمال يا دي ايه خد بالك. حاجات مثلا. هل مثلا كان معك جمل بدري؟ ما فيش بيت ما كانت فيه جمل، اي ولا بيت ما كان فيه جاموسه. يعني انا ايه اللي عم اقول لك، انا عم نكشف البيوت دلوقتي لو بصيت حاليا تجيب الجزيره من اولها لاخرها ما فيش غير بيت فيه جاموستين، والباقي ولا واحد معاه معزه. اي الجزيره لما كنت نركب الناقه ونطلع على طول كده نبحر ونبص في البيوت، كل بيت فيه جاموسه. ما فيش جاموسه في بقره، ما فيش بقره في كذا. يعني كل الجزيره دي كانت، طب راح نقول لك تصدق انا كنت تكون الحريم، يعني النسوان تحلب البهايم وهني وتعمل المش. كانت المرة تعدي اقسم بالله، كانت المرة تعدي جرة المش كده وترجع بها تاني بربع جنيه الجرة، وترجع بها تاني ما حد ياخدها مني. السمنة تعدي الأقصر المرة علشان تبيعها في الأقصر، ما حدش ياخدها منها وترجع بها تاني. طب ليه يعني؟ ما فيش كتيرة، الله يلا كتيرة. شوف نقول لك ما فيش بيت ما فيش جاموسة. جرة السمنة كانت تسوي كام فلوس مثلا؟ ده المش بربع جنيه، هي سمنة هياكل سمنة، هو عم ترجع بها تاني ما لقاش حد يشتريها. كاس القطعة دلوقتي اللي هي حاليا مش عارف عاملينها الحتة عاملينها كده ب5 جنيه، كان ولا ب10 جنيه الحتة كده، كانت بقرش طاقة. 100 قطعة بجنيه. الله 100 قطعة بجنيه فيها الأوقات اللي هنقول لك فيها دي. ليه؟ كل الناس معاها بهايم. تمام. والمشتري خفيف، واحد معاه جاموسة راح يروح يشتري سمنة، واحد معاه جاموسة راح يروح يجيب. كان يشحت اصلا المش في الحياة دي بدري، كانش يتباع اصلا المش. والله احنا بيتنا كان خد بالك ما يعني ما فيش بيع ولا حاجة عندنا، احنا كتار. وبيتنا ان احنا كتار. خد بالك كان المش في حوالي بتاع 4 بقرات في البيت. 4 بقرات وجاموسة وساعة جاموستين. والله العظيم كنت نعد الجرار بتاع المش، الجرار بتاعت المش 12 ما شاء الله 15. ده في بيتكم بس؟ ده في بيتنا ما شاء الله. ده مش عم بروح احنا اصلا. الله اكبر. ويقعد خد بالك وايه في شيء يقعد يقدم. يقدم المش مثلا ياخذ اللي هو اسمه المش المقة بيقول ياخذ سنتين. لا ده القديم ده كان عاملين بدري صح، الناس طيبه. كانوا عاملين علاج، يقول عاوزين نروحوا يا ابوي انا والله بطني وجعاني وعاوز مش قديم ما اعرفش. يقول له روحوا بتبعوه تلقوا فيه مش قديم. الله يجي خد بالك ياخذ ايه للمش القديم. سبحان الله هو ايه خد بالك تبع النية، توفيق من الله. لا هو تبع نيته هو. ايوه ويروح ياخذ المش وياكل. سبحانك بطني وجعان يا اخي والله ما عارف ايه نعمل له. في مش قديم عنديكم؟ وكل له والله ما فيش، انا دورت. والناس اللي كان يقعد عنديهم المش القديم عارف مين؟ عارف طلعت؟ جدود طلعت بيت حسوية ده. كانوا مشهورين بيت حسوية دول بالمش القديم برضه. كانوا مشهورين بالمش القديم. اللي هو طلعت الواد ابو هندى وهم وبيت ابو عمره مسمينهم بيت حسوية هم. دول كان ياخد بالك برضه كان عندهم المش القديم. طب ده المش. طب لو الاكلات الثانيه مثلا
طب الاكلات الثانيه كنا نسمع في حاجه اسمها الحره، حاجات اما كده. في الحاره دي كانت تجي في اللجه، ما كانت يعني ده. اللجه لما كانت ايه تجي اللجه دي برضه عشان الناس يعني الغراق، كان البحر يقوم اي. والحضان تتملي، اللي جاء عند الصلمات ده يتملي، مم. واللي عند اللي في الجنينه اللي من بحر الحوض ده بتاع الجنينه يتملي. اي. والخور كان زي الغربي بتعمر ده. القطعه دي كانت مليه يسموها القطعه، اول ما يقوم البحر تتقطع تجي من بحري لما توصل للبعرات. البركه اللي هي عند لا الخور عند تمثالين دي اسمها بركه منيع. هي اللي عند تمثالين دي اللي اسمها عند الرمسيون. اللي عند رمسيون. نعم. اسمها بركه منيع. نعم. منيع ده من فين؟ زي راح نقول لك انا، زي مثلا راح نقول لك انا، قالوا لي من عرب قصاص منيع. راح نقول لك انا دي. دي ايه زي ايه، خد بالك، تلقيتي بيت ابو حمد بنى الكبر ده. لا. لا بس ما كبر مين؟ بيت ابو حمد. بس هي كده. عندي الكبر اللي عندنا اللي عند الحرجه من فوق ده. كان اسكندر بناه، باع الارض يعني اسكندر ومشوا. بس ما كبر مين؟ قاعد الان الاسم صح. ها؟ صح. كبر اسكندر. اي. هي كده. ده واحد كان مثلا، يعني الحره دي كانت تتزرع في تزرعش، تجيها الميه، تجيبها من نفسها الميه تطلع ولا حاجه، تجيبها سبحان الميه. الله. تجيبها الميه وبعد كده يروحوا حارسين او لوقوا البرسيم. وتاكلوها زي يا راجل زي الملوخيه. تطبخ عادي زي الملوخيه يا اخي. انا راح زارع شويه وراح اجيب لك تاكلها. ما شاء الله. نتشرف. طب ايه تاني مثلا اكلات؟ هي عارف زي ايه؟ زي العدس بالضبط. والله بتاعتها حمراء. والخبيزه برضه تقريبا اتلغت. الخبيزه دي لا الخبيزه دي مشهوره. الخبيزه دي تزرع زرع. يعني انا كنت في اسيوط، وكانت في حته بين زي بتاعت بيت الشيخ دي، يمكن فيها فدانين اكثر. الحرس ماسك كده برا جنينه في السجن، والسجن كده دي من وصلان زارعينها، حيزرعوها فول ويزرعوها حاجات. الفول يطبخوه بقشره. حصلت سد العالم؟ ها؟ حصلت السد؟ يا راجل هو السد ولت امبارح. ايوه اشتغلت فيه يعني؟ لا اشتغلتش فيه، بس كان في ناس تروح من هنا بس. وبعد كذا شيخ العرب ايه كانوا ياخذ بالك يزرعوها من الحاجات اللي خبيزه ويطبخوها منها للسجن. انا شفت بعيني كانوا يطبخوا منها للسجن كل الحاجات اللي زي دي. هنا احنا عندنا ما فيش، هنقول لك كل الحاجات دي بحر هتتزرع. كل الحاره والكلام ده كله هيتزرع بحري، ما فيش حاجه مش هتتزرع. طب المعامله بين الناس هنا في القرنه صح؟ كان الناس تطبخ وتدي بعضها؟ كان ايه المعامله كان بدري؟ المعامله الايام دي معامله، لا سيبك من دلوقتي. احنا على بدري. لا معامله زينه هنا. على بدري ايامكم الحلوه. بدري هو طب بدري كانت الوحده تطلع يعني دبه زي كده، كانت زي دبتنا دي. ودبيت تطلع هي يا فلانه طابخه، تقول لها طابخه، تجعلها عاوجه، لكن هي تسالها على يكون ما عندهاش. الله اكبر. تقول لها يا اخي طابخه، تقول لها طابخه خلاص. الله انا أكبر. كنت راح نجيب لكم، وتسال على جار اللي ما عندهاش تودي له. هذا ما تصدقش الحقيقه. من انا في حاليا شفت واحد معاه شوال دقيق، مر بشوال الدقيق على اخوه عشان اخوه ما عنديش. لا سيبنا من حاليا. يعني بدري كانت الناس المحبه اللي وكانت كلها كانت ترقد مع بعضها. والله رجاله وحريم ما شاء الله. تجيب في الهواء الدنيا ما فيش مراوح ولا في حاجه. والدبه اللي زي اللي عم اقول لك عليها اللي عندنا دي غر حصيره، والمخده بتاعته يا نعس انعس. يجي الثاني
هي يقتلها الحر يجي هناك هي وتروح تطلع الحصير وتجيب لها فوق هنيه بتاع وتفرطها عليها وتركض. كانت ناس طيبة. انما درقيه يا لا سيبنا من ديك. لا خلينا خلينا على بدري. طب بدري من السمات المميزة برضه البدري كان فيه وجبات. الواجب حاليا 3 أيام وفي يومين وفي حاليا مش شيء بقى. بدري كان في أيام كتيرة على ما نسمع أكثر. مين هو؟ في الواجب لما حد يموت يوم ما يكون واحد رخيص ياخذ شهر. يا سلام. ولو غالي ياخذ 6 أشهر هو. يعني الناس شهر في الزاوية. ما نقول لك لو غالي لو رخيص. لكن لو غالي ياخذ 6 أشهر وما يحلقش ولا يغسل هني. طب انا لحقت ناس والله ما يغسل الهدمه لما تقطع. طب مش عايز تستحم ما نعرف. بس والله العظيم الشاش على راسه زي دي. اي اسف. تمام. لحقت ناس يعني. والله العظيم ما الشاش يا زي دي اسود ما يغسله ولا يحلقش. ايوه. على ايه وانت بعدين بقى 7 أيام الواجب في الايام الاول. بعدين 3. الاول بعد كده هو لحد 15 ولحد مش عارف مين لحد ما هذا الوقت ياخد بالك قاعد المتمسك دين القديم. ويجي بعد كده يقول مشيع بقى عشان الناس ويجيب دكتين. حاليا في شهر انا والله 2024 احنا. انا مش هنعول على صاحب الميت. صاحب الميت قال من شيع بقى. ايه وديك انت؟ انا عاوز اشوف الحته دي. لا بقى دقيقه بص انا سمعتك على الجبانه وفوز لي العزاء على المقابر وسمعتك روح شيحت جنازه وسمعت كل حاجه. ايه وديك تاني؟ انا اولش انا على صاحب الميت دلوقتي. صاحب الميت انت واخد بعضك بطولك ورايح ليه؟ والواحد قفل بابه تروح تخبط عليه. ايه وديك؟ بيحصل. هي الشغلانه هنا. انا قال والله العظيم ما سمعت قال ما يكون حتى جنب البيت ما نروح خلاص. انت قلت انا خلاص والله ما اكون جنب البيت ما نروح له. مين الصالح اللي صاحب الميت؟ انت اللي هتاخذ بعضك وتروح له. هو قال لك وفي الميكروفون قال لك كذا وهناك قال لك كذا. حصلت عم عزب اللي هو ايام الاقطاعيين اللي معاهم اراضي بالالافات قبل التقسيم. فاكر الايام دي؟ لحقت يسا انا ولحقت يسا لحقتها. يسا ده كان كله قد كده.